قوة الا بالله على منظر القرص الطريه اللي طالعه من الفرن، طعمها ولا اشهى. عايزه اقول لكم ان كل ده اتعمل ب3 كوبايات دقيق. انا كنت حباها رفيعه، انت عايزه تخنيها عن كده تخنيها، تخني العجينه بتاعتك. والطريقه ولا اسهل. عايزه اقول لك ان هي تنفع، العجينه دي تنفع محشيه وتنفع ساده، هتطلع معاكي ولا اشهى ولا احلى. وكل الكميه دي اللهم بارك طلعت معانا من 3 كوبايات دقيق بس. وتعالي شوفي الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه بطريقه سهله وسريعه وباقل الامكانيات. معانا هنا 3 كوبايات دقيق، عليهم كبشتين من السمسم، وده اختياري علشان خاطر يعني نزود القيمه الغذائيه ونزود المحتوى الكالسيوم اللي فيها. معايا 3 معالق كبار من السكر، معايا رشه ملح، وبس كده. هي دي مكونات الجافه. الحشوه بقى هنحشيها بايه؟ انا حابه احشيها بالعجوه. جبت حوالي 150 جرام من العجوه، حطيت عليهم معلقه كبيره من السمسم او معلقتين كبار من السمسم، حوالي 3/4 معلقه صغيره من القرفه، شويه زيت صغيرين. بالنسبه للخميره هنا معايا كوبايه ميه دافيه، عليها شويه سكر وعليها شويه دقيق. هنحط عليها باكيتين خميره فوريه ومعلقه من البيكنج باودر. ومعايا كمان نص كوبايه زيت هنستخدمها في العجن. تعالوا نشوف الخطوات ازاي. في اضافه بس بالنسبه للمكونات الجافه، انا حطيت حوالي 4 معالق كبار من اللبن البودره، عشان المفروض هي تتعجن باللبن وانا ما عنديش لبن. فانا حطيت 4 معالق من اللبن البودره. دلوقتي هنا انا حطيت باكيتين خميره فوريه، بنقلبهم كده مع بعض. تمام. هنضيف بقى اضافه حلوه جدا هتخلي الخميره ترفع معاكي على طول من غير مجهود. بصوا يا جماعه، انا نزلت بحوالي معلقه من البيكنج باودر. بصوا الفوران اللي حصل على طول. بصوا هقلب كده، بصوا الفوران اللي حصل، تفاعل رهيب اهو. بصوا تفاعل رهيب بيحصل مباشره اول ما بنحط معلقه البيكنج باودر على الخميره، بتنشطها على طول. بصوا يا جماعه خلاص اصلا. بصوا بصوا بصوا، يعني ده يعتبر بديل حلو قوي عن المحسن. عباره عن خميره ومحسن مع بعض، حاجه كده خياليه. دلوقتي هنخلط المكونات الجافه ونبتدي نقول بسم الله ونشوف خطوات العجين، وتابعي معايا علشان تطلع معاكي ناجحه. قلبت يا جماعه المكونات الجافه كلها وضفت الخميره. هبتدي اعجن بميه دافيه، طبعا لو عندك لبن اللي هو الحليب اعجني بيه. وكمان هنضيف زيت، بس هتشوفوا هنضيف الزيت ازاي، هيفرق جدا في العجينه. لما اوصل للمقاوم ده للعجينه هحط نص كوبايه زيت او اقل. ابتدي حطي حبه بحبه وشوفي هي هتاخد منك قد ايه. ده هيخلي العجينه طريه وتشتغلي فيها على طول بمجرد ما تخلصي عجن. بصوا يا جماعه، هي خدت مني حوالي ربع كوبايه زيت او اقل، ولمت ما شاء الله. العجينه بقت بسم الله ما شاء الله خطيره جدا. دلوقتي بقى هنسيبها، هنشكلها كور. انا شكلت شويه بس قلت ايه، طيب ما اجهز العجوه عشان على ما تبرد ارجع اكمل تشكيل. فتعالوا نروح نشوف هنعمل ايه في العجوه. بصوا يا جماعه الخير، انا اصلا عامله العجينه على دلوقتي. انا خدت كل حاجه على النار وهبتدي اقلب كله اسيح كله. على فكره العجينه اللي احنا عملناها تنفع القرص. انا عامله مقادير القرص الطريه الفاضيه. انت عايزه تحشيها عجوه، عايزه تحشيها قرفه بالسكر، عايزه تحشيها جبنه مثلثات، عايزه تحشيها اي حشوه تسيبيها فاضيه، هي كده هتبقى زي الفل معاكي وهي فاضيه. ممكن تبدل تخليهم معالق السكر 3 معالق كبار، هتخليهم 3 معالق ونص او حسب الرغبه. 3 دقايق بالظبط مع التقليب المستمر والهرس كانت العجوه بتاعتي جاهزه. العجوه دي ممكن تعمليها ساده خالص يا جماعه، من غير لا سمسم ولا قرفه. شويه زيت او شويه سمنه او شويه زبده مع العجوه، بنسيحها 3 دقايق على نار عاليه، بس بشرط ايدك فيها على طول، اوعي تسيبيها ولا ثانيه عشان ما تتحرقش منك. تمام. عشان نسيحها هسيبها تهدى وهنرجع نكور بقيه العجين. وزي ما قلت لك المقادير دي تعملي بيها قرص فاضيه زي الفل. دلوقتي يا جماعه انا كورت العجوه وهي دافيه كده زي ما حضراتكم شايفين. بفرد معايا حته الكوره بتاعتي اهي، بفردها معايا وبفرد معايا كوره من العجوه. نشوف هنقفلها ازاي. مهمه قوي خطوه التقفيل دي، طعمها خطير جدا العجوه. حلوه قوي. ممكن لو حابه تحط لها شويه نسكافيه عشان تصحصح الولاد وهم بيذاكروا، يعني تديها كده نص معلقه من النسكافيه اللي هي الكوفي او القهوه سريعه الذوبان، هتبقى طعمها حلو وهتلاقيه جدا مع العجوه. القرفه عامله معاها شغل وريحه خطيره وهتساعده مع التركيز. تعالوا نشوف هنقفلها ازاي.
حطيناها كده وهنبتدي نقفلها من جميع الجهات كويس جدا. بنقفلها بالطريقه دي وبنقفلها كويس جدا زي البقجه وبنرجع نفردها من جديد. قفلتها كده يا جماعه زي البقجه بالظبط ولفتها كذا لفه، وبعدين هرجع افردها واخلي القفله من تحت. قفلتها يا جماعه الخير وحطيتها في صينيه مدهونه زيت واديتها اخرام بالشوكه، وخلي الجزء اللي احنا مقفلينه من تحت. هكمل بقيه المقدار وارجع لحضراتكم. ادي المنظر. وطبعا تسيبي مسافات يا جماعه عشان تسمحي لها تخمر. على فكره احنا شغالين في العجينه مباشره، انا لا ريحتها ولا سبتها تخمر اول مره ولا الكلام ده، انا اشتغلت فيها على طول للناس اللي بتستثقل ان هي تعمل معجنات عشان موضوع الخمير والتريح والتخمير اول مره. لا، العجينه دي بتختصر عليكي خطوه التريح وخطوه التخمير الاول، مش بتسيبيها غير تخمر المره وهي متشكله، فانت ما بتتعبيش فيها خالص، بتبقي خلصتي كل حاجه وخلاص انت مستنياها تخمر وتشتغلي فيها على طول. وطبعا شكلها كده اهوت قبل التخمير، هنشوف شكلها اما نخلص المقدار كله وبعد التخمير. بصوا يا جماعه دي طريقه سهله بقى في التشكيل. انت بتفردي كذا عجينه مع بعض وبتفردي العجوه جواها وبتقفليهم سوا وبتحطيهم سوا، فده بيسهل عليكي كتير في ان انت تخلصي بسرعه. كمان ملحوظه مهمه قوي، اما تحطي اول ما تحطي القرصه بتاعتك في الصينيه ادهنيها دهنه زيت عشان تفضل كده طريه وتدي فرصه ان هي تخمر تبقى حلوه. بصي اول واحده اتحطت ما شاء الله بدات هي تخمر معايا. هنكمل المقدار، ودي طريقه سهله جدا للتشكيل. تابعي معايا لاخر الفيديو عشان التريكات بتاعه التسويه مهمه جدا. ما شاء الله يا جماعه ادي الكميه كلها اهي، اللهم بارك. كل الكميه دي عملناها ب3 كوبايات دقيق. هنسيبها تخمر على قد بقى ما تقدري تسيبيها، سيبيها نص ساعه 3/4 ساعه ساعه تخمر. وهنشوف هنسويها ازاي عشان التسويه برده عليها عامل في نجاح العجينه. بنديها زي ما قلت لك دهنه زيت من الوش عشان تحمر كويس معايا، وكمان عشان تديها فرصه ان هي تخمر كويس جدا. ونسيبها بقى كده، يبقى احنا دي اول مره بنسيبها ترتاح وتخمر، فسهله وسريعه ما خدناش وقت كبير في تحضيرها. وزي ما قلت لك لو عايزه تعمليها بدون حشوه العجينه شغاله معاكي، عايزه تضاعفي الكميه ضاعفي المقادير. انا استخدمت هنا 3 كوبايات دي على المقادير اللي عملناها. بصوا يا جماعه ده منظرها بعد ساعه ونص من التخمير. طبعا عايزه اقول لكم ان احنا في الشتاء ودرجه الحراره يعني الدنيا ساقعه، فالعجينه الاول ما كانتش عايزه تخمر. فعملت ايه؟ جبت طبق غليت ميه، وجبت طبق حطيت فيه ميه مغليه وحطيته تحت يعني حطيت العجينه في الفرن عشان تبقى كمكان مقفول يعني، وحطيت تحتها طبق الميه اللي في المغليه عشان البخار يطلع يخمر العجين. وكررت العمليه دي مرتين علشان العجينه تبتدي تخمر معايا، تمام، علشان الدنيا ساقعه. دي حاجه. الحاجه التانية لو عملتي اللي هقولك عليه ده في التسويه هتلاقي العجينه معاك اللهم بارك هتخمر تاني اثناء التسويه. ايه بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنفتح الفرن على اعلى درجه عندك لمده ربع ساعه على فرن سخن. هندخل صاج يا جماعه، ما تدخليش كذا صاج مع بعض، او لو فرن كبير وياخد صاجين في نفس الرف تمام. هتدخلي اللهم صل على النبي القرص او الصاج في الرف اللي في النص. يبقى هنسخن الفرن كويس قوي على اعلى درجه لمده ربع ساعه وندخل القرص في الرف اللي في النص. لو عملتي كده هتخمر معاكي مره تانية وهتنفش وهتبقى هشه جدا. يبقى كده خمرناها مرتين، تمام، بطريقه سهله وبسيطه. الا بالله على منظر القرص الطريه اللي طالعه من الفرن، طعمها ولا اشهى. عايزه اقول لكم ان كل ده اتعمل ب3 كوبايات دقيق. انا كنت حباها رفيعه، انت عايزه تخنيها عن كده تخني العجينه بتاعتك، والطريقه ولا اسهل. عايزه اقول لك ان هي تنفع العجينه دي تنفع محشيه وتنفع ساده، هتطلع معاكي ولا اشهى ولا احلى. وكل الكميه دي اللهم بارك طلعت معانا من 3 كوبايات دقيق بس. وتعالي شوفي الطريقه.